يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. وحشتنا جدا جدا فيديو الفطير اللي احنا طبعا بقالنا فتره كبيره ما اكلناش فطير الحقيقه يعني، وانا متحمس للفيديو ده بصراحه. روايح طالعه رهيبه، لازم اوريكم كده عن قرب حاجه عشان فظيعه يا جدعان، فظيعه وريحتها كده جميله وبتشهي. ويلا بقى انا هدى. استنى يا حوده لازم اجوعهم. طيب يا حوده ماشي. شايفين يا جماعه لونها وريحتها وحجمها. بصوا يا جماعه الفطيره دي حاجه كده، بصوا هي مشكل فراخ بالجبنه، حاجه وهم. فيها فراخ مشويه اه وفيها ستريبس. احنا نقول ايه؟ نحط لايك ونعمل اشتراك للقناه لو مش مشتركين، ونفعل زرار الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل الفيديوهات الجديده. وتفضلوا معانا يا جماعه، يلا بسم شاركونا الله. كده ايدكم بايدينا. ده طبعا كاتشب، الاطراف دي هنسيبها كده مش هناخدها، مش اللي دعوه بالاطراف. حوده مالوش في الاطراف. خش بقى الحته اللي في النص دي مليانه حشو دي. الله يا لعظمه الفطير. لذيذه. اما اخد حته من النص اوريكم شكلها على الارض. لو تعرفوا ان انا بقالي سنه تقريبا او اكتر ما اكلتش فطير. هقول لكم دلوقتي احنا جايبينه منين، واكتبوا لنا برضو انت احسن فطير بتاكلوه من انهي مطعم هنا في المنصورة. مره لذيذه. الفطيره دي من عند فطاطري اسمه نصر الاياس، هو مش في المنصورة، هو بالقاس، يقولوا فرع في الجمصة تقريبا. تقريبا احلى حاجه ولكن نصر الاياس فظيع في الفطير. الفطيره بتاعته الطبقات بتاعتها مش كتيره، مش بتلكم، مش معجنه، رقيقه كده بتدوب في بقكم. ومفيش فيها سمنه وزيت كتير. لا خفيفه صراحه. والحشو بقى ما اقولكوش متوسع على الاخر. بس انتوا بتعملوا طلب ايه مخصوص اللي هو تزودوا الحشوه زياده لو انتوا حابين يعني، بس طعمها حلو. انا عملت كده بصراحه. يعني انا قلت له اعمل لي فطيره حجم العائلي وزود لي الحشو. متعه والله. مزيكا. متعه الفطير ده. في العادة ما باكلش كاتشب معاه، بس هجرب كده يعني نشوف الكاتشب ده بيقول ايه مع الفطير. وكالعادة اكتبوا لنا في الكومنتات وقولوا لنا اتغديتوا ايه النهارده، ده هيبقى سؤال كل حلقة طول اليوم. بقى لنا احنا فيديوهين اهو، تاني فيديو مروقين عليكم، بنعمل لكم بقى فيديوهات اكل على القناه بتاعتنا نهائي. تعالوا بقى معانا وشجعونا. وصلوا الفيديو ده كام لايك؟ 4000 لايك. قولوا بس يوصل، لو وصلتوا له 4000 لايك المرة الجاية اطلب 5000 5000 لايك يا جدعان، 5000 لايك عشان الفطيره كبيره ومليانه والله. اتفضلوا معانا. احنا طول اليوم بره وقعنا والله العظيم من كتر الجوع. بس الفراخ دي سبايسي قوي. بس طعمها حلو قوي، الميكس بتاعها حلو. قلنا بقى ايه، نشارك حبايبنا كده الاكله اللذيذه الحلوه دي. الله. على فكره حلوه هو بالكاتشب. بصراحه متوصي بالحشو. لا انا مش عايز كاتشب. جربها. تقعد تغريني يا جدعان. الناس اللي بتطلب الزينه بتاعت رمضان ان شاء الله الفيديو هينزل لكم قريب، نجهز له. كنا مشغولين في فيديوهات تانية. مش هينزل على القناه دي، هينزل على القناه التانية. احساسك ايه وانت بتاكل الفطير؟ مبسوطه، طعمه حلو. هو مش اول مره اكل منه. فطاطري فظيع الصراحه. عنده فطيره كده شبيهه للفطيره اللي بتتقدم في مطعم جيد، اللي هي الفطيره اللي هي الحلوه اللي فيها لبن وعليها سكر، فيها حاجه كمان بس طعمها لذيذ قوي. بس انا ملاحظ ان الفطيره بسم الله ما شاء الله خلصت بسرعه. عشان جعانين. ولا احنا اللي بناكل بسرعه؟ احنا بناكل بسرعه عشان جعانين برضه. كل فيديو هنصوره معاكم بنبقى جعانين ومستعجلين وبناكل بسرعه. نوعيه الفيديوهات دي فعلا بنكون واقعين فيها من الجوع. لو احنا جايبين الفطيره والاكله من بره نحطها، نفتح الكاميرا ونقعد نشارك معاكم. في فيديو بتاع بس بقول لك ايه، يسلم ايدين نصر الاياس. حلوه. الجزء التاني من الفيديو بتاع التفريدات متصور بس لسه متعملوش مونتاج، مش عارفه ان هينزل الاول، اعتقد ده هينزل الاول، فانتظروا الفيديو ده هينزل لكم اليومين الجايين ان شاء الله. كنا مشغولين الفتره اللي فاتت في الفيديو اللي هو بتاع كراتين رمضان، اتسحلنا فيه يومين كده ولا حاجه، بس الحمد لله خلصناه على خير. فده اللي كان شغلنا الصراحه الفتره اللي فاتت، حتى ما كناش عارفين نصور حاجه تانية. ففيديو التفريزات خلصان بس لسه هيتعمل له مونتاج يعني ان شاء الله. انت تعملي فطيره في البيت؟ مش انا عملتها مره فاكر؟ تعمليها تاني. بس كنت عاملاها في الشقه التانية، كانت حلوه والله. على فكره انا الفطير كان وحشني قوي بجد والله. يعني انا باكل الفطير ده على شوق. طب انت فاكر مرتنا عملتها كانت حلوه ولا لا؟ كانت حلوه والله. بس ما ما اتصورتش. لا.
كنا قاعدين في البيت وبناكل كده بس حلو. مبسوطة. انا مبسوط قوي. انا مبسوط بشده. انا مبسوط للغايه. عايزين ننزل نشتري بقية الزينة بتاعت رمضان ماشي ننزل عشان نلحق نعمل الحاجة قبل رمضان ان شاء الله. دي بقى تقوموا جايبينها كده مكورينها كده. انا بعمل الحتة كده دي بقى. أهي. متعة والله. دي بقى ممكن تجيبها كده برضو الحتة دي. انت ما بتحبش الاطراف ليه مع انها لذيذة غير البيتزا؟ ما بقاش فيها حشو كتير بس انا مخليه يروق على الحشو عامة يعني. على فكرة والله حلوة، انا بحبها عشان بتبقى مقرمشة شوية. بصراحة متوسط. بس عارفين كمان حلاوتها ان انتوا تاخدوها من المحل وتركنوا على جنب وتقعدوا تاكلوها. ما شاء الله خلصنا بقول ايه، كتير. احنا عيال سفاحة قوي والله. احنا عيال مجرمة قوي. احنا ساعة الاكل بناكل اكيل. هي حلوة واحنا فعلا جعانين. احنا الفترة دي بناكل وجبة او وجبتين وبنصحى بدري، فبنيجي في ميعاد الغدا بنبقى بقى جعانين. بنبقى مش جعانين، بنبقى ميتين من الجوع. فطرنا بنقعد من الفطار للغدا ما بناكلش حاجه، فبالتالي بنبقى بصوا واقعين وقع زي ما انتم شايفين كده. بناكل بسرعه بسرعه كأن حد بيجري وبنفطر ورانا. فطار تعبان كده يعني حاجة اي كلام. فطار ما ياكلش عيل صغير. لا ما ياكلش بطاطس. يا الله الحمد لله اكتفي بهذا القدر علشان خاطر حاجة واحدة بس، ان الباقي كله اطراف وانا ماليش في الاطراف. دي مش اطراف قوي يعني، دي واخده شويه من جوه. ماليش في الاطراف. طب بص كده، دي ما عندهاش طرف. فعلا صح. كده هي مبقتش طرف يا جماعة. كده هي بقت عنصر مستقل بذاته. يا سلام بقى لما نقوم جايبين عليها حتة كاتشب كمان. حاجة لذيذة أوي. بس مش بتاعت حته مفيش فيها طرف. خلاص بقى كله بقى أطراف من هنا. يا حبيبي كل يا حبيبي. يا حبيبي لا خلاص. يا حبيبي قلبي انا هشيل لك الطرف. خلاص بقى أنا كده مرضي والله. أنا كده مرضي ومية مية. بتاع دي محتاجه سيبيني لا سيبيني. بتاع دي محتاجه كوبايه شاي. سيبيني أنا هات سيبيني. كل يا حبيبي. لا ده كده عسل أوي والله. انا هعمل الشاي النهارده. خلاص يا جدعان ندى هتعمل الشاي النهارده. انتظرونا ندى هتعمل الشاي ونرجع لكم تاني. بس انا مش قادره انا برضه شبعت. خدهم حطهم في علبه، حطهم في التلاجة وعلى جوعة بقى كده تطلعوهم تسخنوهم. يا سلام. حاجه جميله قوي والله. والله بص. الفطار ده على شقه ده. طب عارف يا محمود الاكل لما في اكل ساعات كده لما يبات وتبقى ميت من الجوع تفتح التلاجة وتلاقيه بيبقى طعمه في بقك احلى من هو طازه. الفطير وفي لا. اكلات تانية والله. والله الفطير حلاوته وهو طازه، لو هيبات مش هيبقى حلو. طب اقول لك ساعات بحب البيتزا وهي بايته. اكتبوا لي مين البيتزا الفطير لا والله. الفطير لا البيتزا والله ساعات والله بتبقى حلوه. انا ما البيتزا جربتهاش ما جربتهاش بس انا يعني بعملها معامله البيتزا. لا ورق العنب والباميه. عندي كيسين باميه عايزه ابقى اعمل اكل ده. طب يا جماعه عشان خاطر الناس بدات تخش في الباميه وتخش في الدنيا وانا كده مش هقدر اتحمل اكتر من كده، فنقوم نعمل الشاي ونرجع لكم تاني. ما تروحوش في اي حته، ولو لسه ما حطيتوش لايك لحد دلوقتي انا شايفاكم وعارفاكم وحافظاكم وهجيبكم. حطوا اللايك لايك كبير واعملوا شاي كبير وتعالوا. جدا. يلا بينا. عملت كوبايه شاي في ال50 انما تستاهل بقكم والله. بس انا مش عارف حاسس ان كوبايه الشاي بتاعتك فاتحه عن كوبايه الشاي بتاعتي. ممكن عشان نوع السكر. ولا انا عشان خاطر كوبايه الشاي بتاعتك بعيده فجاه في الاضاءه تبصني كده. لا مش ممكن عارف. عشان نوع السكر ده. انت عامله الشاي في البراد ولا كل زي بعض؟ جماعه انا اكلت وهيست وفصلت وحاسه ان انا عايزه انام. مش عارفه شاي والله. لوز. ايوه شويه شاي لوز. مش عارفه والله بعد ما اكلت حاسه ان انا عايزه انام خالص مع ان احنا لسه بدري يعني. الشاي ده انا لما بشربه على شقه بحس ان انا مبسوط قوي وبحس ان انا بشرب حاجه مميزه فعلا. انا كنت الاول بشرب شاي كتير مؤخرا يعني. انا اخر مره شربت معاكم شاي لما كنا في اللايف من اسبوع كده تقريبا. مؤخرا ما كنتش بشرب شاي كتير الصراحه. فتسلم ايديك على الشاي ويسلم جيبي على الفطير ونسلم احنا الاتنين. تسلم بطننا على ويسلم حبايبنا اللي بيشوفوا الفيديو ده لحد دلوقتي ولسه مكملين معانا. لو الفيديو كده عجبكم وحسيتوا فيه بالألفة وبالود وبالحب وبالوصال. حلو الوصال دي صح. قال حاسس شويه ان انا قديم قوي. قال كام كلمه يا جماعه. المهم تعملوا لايك بعد الوصال وتعملوا ولا قبل الوصال؟ مش عارف بطاطس نقول الوصال بس هم يعملوا. انتوا واخدين بالكم ان بطاطس قاعده كده. لايك لايك
سبسكرايب اللي هو اشتراك يعني، تضغطوا على زرار الجرس وتختاروا كلمة الكل علشان خاطر الفيديوهات اللي هتنزل بقى في رمضان توصل لكم. لو بتشوفوا الفيديو ده على الفيسبوك يا ريت تعملوا برضو لايك للفيديو وتعملوا اعجاب للصفحة علشان خاطر قربنا يعني على 100,000 متابع هناك، وبرضو هنا القناة قربت على 100,000 متابع، فعايزين نفرح بقى نهاد 100,000 مشترك عشان قبل نحتفل مع بعض. ما نوصل لرمضان او بعد ما نوصل لرمضان او في العيد عادي يعني، انتوا وذوقكم. والله هو لسه باقي عدد قليل، فلو شديتوا حيلكم ان شاء الله هنوصل. اشتركوا في القناه كده زي ما حوده قال لكم عشان ان شاء الله يبقى في عشان فيديوهات اديكوا حلوه قوي. كوباية شاي نتقابلوا نشرب شاي مع وفطر. بعض. عشان اللي جاي ان شاء الله خطير. احنا بس يعني الفتره دي كنا مشغولين في كذا حاجه فمرهقين بشكل يا جماعه والله العظيم الواحد جسمه مدغدغ. ان شاء الله باذن الله اللي جاي كله خير. ان شاء الله. بنحبكم قوي 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 واتبسطنا معاكم قوي قوي قوي. نشوفكم في الفيديو فيديوهات الجاي. تانية. باي سلام باي. سلام.